اسمها كيتي، واسمها الحقيقي كان ليه. كانت واحدة من أذكى الطالبات اللي درست لهم في حياتي، بس عشان أكون صريح معاكم هي كمان واحدة من أهدى وأغرب الطالبات اللي قابلته. السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. أنا مش عاوز أطول عليكم، يلا بينا نبدأ الحلقة. قبل ما أكمل خلونا أبدأ من الأول عشان تبقوا فاهمين اللي حصل معايا. أنا حاليا عايش في مدينة في كوريا الجنوبية، بشتغل مدرس في المدرسة. كنت مدرس لغة أجنبية. الوظيفة دي بالنسبة لي كانت أحسن بكتير من أي وظيفة قبلها. أنا قبل ما أسافر كوريا كنت بشتغل بايع في محل صغير لمدة 3 سنين، فبالنسبة لي كانت وظيفة كويسة. المدرسة اللي أنا كنت بشتغل فيها كانت زي أي مدرسة، فيها طلاب مؤدبين وفي طلاب ما شافوش ريحة التربية، في المتفوقين وفي الفشلة، وفي الطلاب اللي بيجوا المدرسة عشان يهربوا من حاجة. المهم زي ما قلت لكم ان كيتي كانت واحدة من اهدى الطلبة اللي درست لهم، وانا كنت فاكر ان تقريبا كانت اول مرة اكلمها فيها لما كنت بنادي على اسامي الطلاب فقلت اسمها، قلت لي، فرفعت ايديها وطلبت مني ان انا اقول لها كيتي مش ليه. ومن بعد اليوم ده انا ما كلمتهاش، وده غلط مني طبعا. انا عارف ده من مهمتي ان انا لازم كمدرس يعني ان انا اتكلم مع الطلبة لو لقيته عندهم مشكلة نفسية، لكن كل حاجة اتغيرت خلال اسبوع بس. كيتي كانت بتخرج اخر طالبة من الفصل، فعشان كده كنت بقعد استناها لحد ما تخرج واقفل باب الفصل واروح. كل الطلاب يمشوا الا هي. كنت انا طبعا اقعد على الكرسي لحد ما تمشي. كانت لازم تحط اللمسة الأخيرة على رسوماتها، وما كانتش عايزة أي حد يشوفها، وده كان حاجة غريبة. وآخر 5 أيام الوضع اختلف شوية. كانت بعد ما تخلص الرسمة كانت تروح تديهالي وتخرج من الفصل، والموضوع ده استمر لمدة 5 أيام. هشرح لكم كل حاجة حصلت يوم بيومه. أول يوم كانت رسمة طيارة هليكوبتر واتنين متعلقين فيها بحبل، بس اللي يركز فيها يلاقي ان هما مش متعلقين بالحبل، لأ، دول مشنوقين بالحبل في الطيارة وعينهم متغمضة. فبصيت لها كده بدهشة وسألتها ايه الرسمة الغريبة دي يا كيتي؟ قامت ضحكت لي كده وبتقولي بصوت واطي دي هليكوبتر، وتجري من الفصل وتسيبني. تاني يوم كانت رسمة فيل ضخم وماشي في شارع واسع، وعلى ظهر الفيل ده راجل، وتحت رجل الفيل 10 أشخاص ميتين والدم مالي الأرض. فقبل ما أتكلمها ولا أسألها ايه الرسمة دي، برضك ضحكت نفس الضحكة وقالت لي ده فيل، وجريت. تالت يوم رحت للمدير عشان أقوله على الرسومات الغريبة اللي كنت بترسمها، فلقيته بيقولي بكل استهزاء أنا مشغول. طالما البنت متفوقة وبتجيب درجات كويسة خلاص احنا ملناش دعوة. اليوم ده لقيت كيتي برضك رسمة واحد طالع على السلم، وفي نهاية السلم ده واحد تاني واقف وماسك سكينة ورا ظهره. ولقيتها برضك ضحكت لي وبتقولي بصوت واطي ده سلم، وجريت. فاليوم الرابع قلت لأ، لازم اروح للمدير واسأله واقوله الرسومات ديت مش مناسبة لطفلة زيها. فلقيت المدير بيقولي خلاص انا هكلم والدها واشوف يمكن عندها مشكلة ولا حاجة. فهنا حسيت ان انا مرتاح، اكيد هنلاقي حل. وفي يوم الرابع لقيت برضك رسمة كلب وواقف على جثة وقاعد ياكل فيها، ووش الكلب كله دم. طبعا زي الرد اللي احنا حافظينه، ابتسمت وقالت لي ده كلب يا مستر، ومشيت. اليوم الخامس والأخير، بمجرد دخلت المدرسة لقيت المدير كان مستنينا على الباب ونادالي، وكان على وشه قلق كده، يعني ما كانش مظبوط، كان في حاجة. فمشيت وراه لحد المكتب. جوه المكتب لقيت ضابط شرطة قاعد وطلب مني ان انا اديله رسومات كيتي.
فاديتهم له، فلقيته شكرني وخد بعضه ومشي. والمدير وباقي المدرسين ما كانوش عارفين ايه اللي حصل، فسألت كل الناس تقريبا محدش كان عارف يقول ما نعرفش. وكيتي ما ظهرتش اليوم ده، ما جاتش المدرسة. وفي نهاية اليوم الدراسي رحت اقابل المدير، لقيته بيقول لي روح اسم الشرطة طالبينك هنا. فقلت له خير في ايه؟ قال لي لا، ما انا ما اعرفش ايه السبب، روح وانت هتفهم كل حاجة. وفعلا رحت، لقيت حد من الجيران حكى لي بقى كل حاجة. وفعلا جار كيتي حكى لي على كل حاجة. قال لي ان احنا اتصلنا بالشرطة لما لاحظنا ان في دم طالع من تحت الباب الشقة، ولما البوليس جه قعدوا يخبطوا على الباب محدش رد، فقرروا ان هم يكسروه واقتحموا الشقة. لقينا جوه الشقة جثة ابو كيتي في الارض وساند على الكنبة، وحاضن جثة كيتي، بس كيتي ما كانش ليها راس، ولحد دلوقتي مش لاقيين راسها. ولقيت الضابط نادالي ودخلت، ولقيت رسمة على مكتب الضابط غريبة. فقلت له حضرتك هي دي رسمة كيتي؟ قال لي ايوه. قلت له طب ممكن اشوفها؟ قال لي خد اتفضل. لقيت كيتي رسمة عيلة، فترجمت على طول ان هي عيلة كيتي. المهم لقيت كيتي رسمة اب واقف جنب طفلة برا الشقة، وبيبصوا على شباك وبيشاوروا على شباك وكانوا بيضحكوا. وورا الشباك ده ست واقفة بصلهم بكل شر وماسكة آلة حادة في ايديها. وتحت الرسمة مكتوب بخط طفولي كده باللون الأحمر محدش ساعدني. بعد ما خلصت أموري في القسم روحت البيت وأنا بفكر في معنى الرسمة ديت وإيه علاقة الرسمة بالرسومات اللي قبل كده، مش عارف. المهم نمت، وبالليل صحيت على صوت كيتي وهي بتنادي عليا بطريقة غريبة. صوتها كان كله شر وكانت بتكرر اسمي كتير. فصحيت عدلت نفسي كده على السرير، وقلبي كان بيدق من كتر الخوف وببلع ريقي بصعوبة، وانا سامع صوتها بيتغير للأسوأ وهي بتقولي انت ما ساعدتنيش، دلوقتي انت بقيت زيهم. والصوت كل مادة بيقرب مني. والساعة دلوقتي 11 قبل منتصف الليل. الصوت اختفى، لكن حاسس ان في حد مراقبني بس انا مش شايفه. جسمي بيرتعش من الخوف، قلبي هيقف. بكتب لكم الكلام ده علشان لازم اعرفكم واقول لكم اهم حاجة على اي مدرس لو لقى طالب غريب يهتم بيه قبل فوات الاوان. ما تتجاهلش اي حاجة تطلع من اي طالب غريب. شوف لو تقدر تعمل حاجة عشان تساعده اعمل، اكسب ثقته، حاول تساعده بأي طريقة. الساعة بقت 12 وانا سامع صوت همس. الصوت كأنه جاي من كل مكان عندي في البيت. ولقيتها بتقولي ازيك؟ انت ما ساعدتنيش رغم اني استنجدت بيك لمدة 5 ايام. لازم تفكر في الصورة التانية وتفهم منها مين اللي قتلني. لازم تقتله بدل ما انا اللي اقتلك. انا لازم اهرب من هنا، انا لازم اهرب بسرعة، ادعولي. وهنا هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وقولوا رأيكم في التعليقات. شكرا.